رسميا السوبر الأفريقي مصري. بعد فوز الأهلي النهاردة على الترجي 1-0 في مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بيفوز الأهلي بالبطولة رقم 12 في تاريخه، وبيقابل الزمالك في السوبر الأفريقي اللي غالبا هيبقى في السعودية. الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، الزمالك بطل الكونفدرالية، فبالتالي سوبر أفريقي مصري خالص، وبيتعاد تاني سوبر 94 بتاع أيمن منصور. بنتمنى زملكاوي، بنتمنى البطولة تبقى من نصيب نادي الزمالك، بنتمنى السوبر الأفريقي اللي جاي يكون فيه عدالة تحكيمية. يا ترى هيحصل زي ما حصل في نهائي الكاس؟ كلنا عارفين ان البطولة تقريبا هتقام في السعودية، او رسميا هتقام في السعودية. بالنسبة للسوبر الأفريقي، مين الحكام؟ هيبقى فيه عدالة تحكيمية ولا لأ؟ إدارة الزمالك هتعمل ايه؟ علامات استفهام كبيرة